لو عندك نص كيلو لحمه مش عارفه تعمليه ازاي، تعالوا انا اقولك اعملي لولادك عزومه سهله وبسيطه وبأقل حاجه موجوده عندك، وان شاء الله تعجبهم وهتكون عند حسن ظنهم. كان عندي نص كيلو لحمه بفتيك، كانت عندي في الفريزر وكده. وعاوزه اقول لكم معلومه ان اللحمه لما بتنها في الفريزر بتكش، او بانيه او اي حاجات من دي لما بتنها في الفريزر فتره، والله مش فتره يعني، ممكن كمان لو اسبوع او 10 ايام بتكش كتير جدا. ما علينا، جبت الجريل بتاعتي او طاسة او صينية او اي حاجة، وجبت ورقة ورق ورق زبدة، وقمت ورقة زبدة بلتها وقمت جاية حطاها في قاع الطاسة كده بتاعتي او الجريل. وبعدين هقوم جاية عاملة ايه، جايبة اللحمة بتاعتي كده شريحة شريحة وحطاها. هنعمل احسن طريقة لحمة مشوية في خلال ربع ساعة كده تقريبا، على حسب عامة نوعية اللحمة. بس البفتيك او اي شريحة لحمة تبع الشوي مش بتاخد وقت. البفتيك بتاعي كده زي الفل، متقطع جميل، فيه نسبة بسيطة جدا من الدهون. جبت حطيت ورقة الجريلا سخنت، وهي ورقة الزبدة سخنت، وحطيت عليها اللحمة. ورق الزبدة ده بقى فايدته ايه، بيكتم البخار بتاع اللحمة، بيخليها تستوي في اقل وقت. ده كان نص كيلو لحمة على قد انا وولادي عامة يعني. تعملي كيلو، تعملي 10، اللي يريحك اعمليه. ان شاء الله الطريقه دي هتعجبك وهتكون عند حسن ظنك، والحمد لله اللي دقوها، اللي حصل لهم نصيب منها ودقوها عجبتهم جدا، وكمان عجبت ولادي. كنت انا حطاها في الاول على نار عاليه جدا، وبعد كده حطيتها بقى على نار عاليه برضو بس مش قوي يعني، عشان الطاسه بتاعتي ما تبص. وبعدين بصوا بقى، هي بتطلع كل نسبه الماء اللي فيها. وعاوزه اقول لكم ان انا جبت كمان ورقه زبده حطيتها على الوش من فوق. والله ان هي ما كانت كملت لسه 10 دقايق وكانت دخلت في السوا. جبت بقى بصلايه مبشوره، تقدري تكمريها كده بشعرة فلفل اسود وملح. بس انا حطيت البصله الاول كده على اللحمه، وبعدين حطيت شعرة فلفل اسود وشعرة ملح. لا، الملح في الاخر، شعرة فلفل اسود وشعرة 7 بهارات. وممكن ورق لورا، ولو عندك جوزة الطيب حطي اللي يريحك، اي طعم بتحبيه حطيه. ولو في اي حاجه تانية هقول لكم عليها. وسنه من البابريكا. واحلى حاجه في اللحوم عامه ان انت تخفي جدا، وده اللي انا اكتشفته، ان انت تخفي جدا من طعم التوابل فيها. حطيت كمون وفلفل اسود وبابريكا اهو زي ما انا قلت لكم. عايزه تزودي اي حاجه بتحبها، فصوم من التوم اهم حاجه، بتديها تيست عالي جدا. التوم اصلا في اللحوم بيبقى جميل. وورقه الزبده معايا برضو وهي مش رميتها، قمت جايه مغطيها تاني. وعلى كده بقى لحد ما ما تستوي معايا. لسه بقى في تريك كمان هنعملها دلوقتي. عاوزه اقول لكم ان هي هتطلع معايا حمرة وكأنها معمولة على الجريل بالفحم بالظبط. دي طماطمايه بشرتها كده، وفيها قيمة ربع كوباية مية، عشان هي كانت طماطمايه واحدة، فانا حطيتها في الكبة فمش هتتفرم لان الكبة كبيرة. فحطيت عليها قيمة ربع كوباية مية عشان تتفرم معايا. قلبت اللحمة بقى اللمة التانية عشان تشرب من الصوص بتاعها. وشلت شوية من الخلطة اللي انا عملتها دي، احطها على الوش من فوق وعلى الظهر من جوه كده يعني. عاوزه اقول لكم بقالي كتير جدا ما صورتش معاكم، بقالي كتير جدا ما سجلتش. دعواتكم الله المستعان يعني. في نسبة كبيرة جدا من الإحباط موجودة من أقرب الناس ليا، مش من ناس بعيدة ولا حاجة. بس الله المستعان، وإن شاء الله اللي ربنا كاتبه خير هيحصل يعني. جيت بقى سبت اللحمة بتاعتي على نار هادية. بصوا كده بقى لها سيكة خلاص وهتستوي. جيت بقى انا دسيت صينيه رز كده صغننه، واحده كبيره وبرام صغنن كده. وكان عندي حبه رز إيه بسمتي، قيمة ربع كيلو، يمكن اقل كمان من ربع كيلو كده. خلاص اللحمه بتاعتي استوت. عاوزين بقى نديها لو نعمل شلنا بقى ورق الزبده بتاعها نهائي. خلاص احنا خدنا اللي احنا عاوزينه، هنرميه بقى. طبعا هو بيطلع بسهوله جدا يعني اهو. فيها نسبة بسيطة جدا من المية، عاوزة تنشفيها نشفيها، عاوزة تسيبيها بحالها كده، اللي رايحك اعمليه. قطعة فحم بقى كده حطيتها عشان اثبت لنفسي ان هي فعلا مشوية. وعليها بقى نقطة من السمنة البلدي او الزيت او اي حاجة يعني انت بتحبيها، وهتطلع معايا زي الفل كده زي ما انتم شايفين. طبعا اللحمه كشت زي ما انا قلت لكم، اللحمه مستويه جدا جدا. الصوص اللي فيها من تحت ده لو زودت عليه بقعه ميه وشربتيها شويه هيبقى جميل. عملت دقوس او دقوس او دجوز، مش عارفه هو اسمه الحقيقي قوي يعني. شويه رز بسمتي عملتهم من غير بصل من غير اي حاجه. ودي السلطه، ودي برام الرز المعمره. كل حاجه الحمد لله كانت جميله. عزومه سهله وبسيطه لاولادي، مش لاي حد، بس حصل نصيب لحد فيها يعني.
يا رب يكون الفيديو عجبكم، استفدتوا لو كان بحاجة بسيطة منه.